في دراسة شهيرة اتعملت على 100 شخص وهم في سن 20. بعد 40 سنة، يعني بعد ما وصلوا تقريبا 60 سنة، رجعوا يشوفوا مين فيهم اللي قدر يحقق نجاح كبير أو حتى نجاح في المعقول. يعني النتيجة كانت مدهشة. 1 بس بقى ثري، 4 عايشين حياة مريحة، 10 لسه على نفس الحالة اللي بدأوا عليها، والباقي يا إما بيتخبطوا في الحياة والحياة عمالة تديهم على وشهم، أو حالتهم المادية صعبة جدا. تعرفين طبعا في دولنا زي دول الشرق أو أفريقيا يمكن النتيجة دي تكون أصعب بكتير، يمكن 1 من كل 1000 أو 1 حتى من كل 10,000 يقدر يوصل للثراء. السؤال المهم هنا، إيه اللي حصل وليه كل الناس اللي كانوا في ال20 دول عندهم نفس الحماس وعندهم نفس الطموح انتهى بيهم الحال على كده؟ السر هنا مش في الرغبة ولا في الحماس، إنما في العقلية، أو بنقول عليها المايند سيت. المايند سيت ده مش مجرد إنك عاوز تنجح فيبقى هتنجح، لا، لازم الأول تعرف يعني إيه كلمة نجاح، أو يعني إيه طريق نجاح، وتعرف إزاي تعمل فرصتك تصنعها بنفسك، وإزاي تعدي فوق أي عقبة بتقابلك. اللي بيفرق الناجحين عن غيرهم يعني هو قدرتهم على تحويل الحلم لخطة، والخطة لواقع. وده بنشوف شخصيات كتير بتقابلنا في حياتنا وبنسمع عنها، زي عندك مثلا ستيف جوبز اللي بدأ من جراج صغير في سنة 1976 وقدر يبني امبراطورية كلنا دلوقتي عارفينها وكلنا بنتابع حتى كل اخبارها. ما كانش ناس كتير في ايدهم الايفون والابل والكلام ده. في سنة 1986 عندنا كمان اوبرا وينفري، حولت معاناتها الشخصية لطريق مليء بإنجازات كتير جدا، واحنا شفنا عندها مجلة وعندها برنامج تلفزيوني، لما بتطلع تقول كلمة بس في ملايين بيستنوها. المشكلة إن في كتير من الناس وهم في سن ال20 بيكون هدفهم سطحي جدا، يعني مثلا عاوز فيلا، عاوز عربية، عاوز يتجوز، بس لما بيصطدم بحقيقة الحياة اللي هو عايشها، فيهم بقى اللي بيقدر يركب القطر بتاع الحياة ده ويشوف هو رايح فين وبيعرف يلاقي طريقه، وفي اللي بيجري قدام القطر بأقصى سرعة يقدر عليها بس عشان ما يتفرمش تحت القطر. ده الفرق بين اللي بيكون عنده خطة واضحة واللي بيمشي في الدنيا بالخوف عاوز بس يعيش. ده اللي احنا بنقول عليه احيانا ده قنوع، ده راضي بقليله، في ناس بتقول عليه لا ده مستسلم ومش قادر يعمل حاجة. بص، النجاح مش حظ ولا صدفة، النجاح ده خلطة كده من الإصرار والتعليم واستغلال الفرص. عندك مثلا إيلون ماسك عمل سبيس إكس، وهو كان أعتقد كان في سنة 2002 لما أسس السبيس إكس. ما كانش أصلا حد مصدق إنه ممكن ينجح، ولا كان حد مصدق الطريق الصعب اللي هو ماشي فيه ده، لكنه ما استسلمش وعرف يحول المستحيل لحقيقة. اللي زي ماسك ده بيخلق الفرصة بنفسه حتى لو ما كانتش موجودة بيعملها. اللي بيفرقه عن الشخص العادي اللي بيشتغل بنفس الجهد وبيتعب جدا جدا لكن ما عندوش رؤية لبكره. طبعا انا مش بقول ان كلنا نبقى ماسك ولا كلنا نوصل لاعلى الدرجات، ولكن على الاقل لازم تبص للخطوة اللي بعد اللي انت واقف عليها بالفعل دلوقتي. يعني لو انت عاوز تكون ناجح لازم اول خطوة تكون انك تحط لنفسك هدف واضح وواضح وقوي. يعني ما تاخدش حاجة صغيرة، ممكن يبقى الهدف بتاعك انك توصل لأبعد من حتى خيالك. يعني اعرف ايه اللي ناقصك بقى وابدأ اتعلم من المصادر المجانية اللي بقت مالية الدنيا دلوقتي. عندنا جوجل كورسات للصبح، لو عملت فري كورسز كده على جوجل هتلاقي يعني حدث ولا حرج. في كمان عندك ادوات كتير جدا ممكن تساعدك زي الاي اي دلوقتي، زي عندك اولهم مثلا الشات جي بي تي. عارف بيل جيتس بدأ من لا شيء واثبت للكل سنه 1975 انه لما فشل ما كانش نهايه الطريق بالنسبه له، هو كان بدايه جديده استفاد منها واستفاد من الاخطاء والفشل، وعمل طبعا امبراطوريه مايكروسوفت اللي كلنا عارفينها. يعني بص، في الاخر كده عاوز اقول لك حاجه، الوقت عمره ما اتاخر، ومفيش حاجه اسمها انا كبرت او الوقت اتاخر. لسه عندك الوقت ولسه عندك الفرصه. خليك دايما شايف حلمك قدامك، لو حتى ما وصلتش للسما اكيد هتقرب منها. لازم تتعب ولازم تجتهد عشان تكون انت بطل الحكايه. بس كده.